عايزين نعمل كحك زي المحلات بالظبط، كحكة ناعمة وطعمها حلو ولونها جميل، بتدوب في البق على طول، كحكة متماسكة. عايزين نعمل كحك يقعد معانا فترة طويلة، في نفس الوقت خفيف على المعدة وما بيتعبناش وناكل منه زي ما احنا عايزين. عايزين نعمل الحشوة زي ما انتوا شايفين، طرية وهيلسي وجميلة، سواء حشوة عجوة، عجمية، ملبن. انا هكتب لكم الحشوات في صندوق الوصف. انا امل، قناتي عيلة مصطفى حسين. زي ما انتوا شايفين معايا كيلو دقيق. كيلو الدقيق ده زي ما انتوا شايفين هتجيبوه بقى زي ما انتوا عايزين. دقيق هتجيبوه من الفرن، هتجيبوه متعدد يعني متعدد الاستهلاكات، سواء بقى بيبقى فيه دقيق كده متعدد الاستخدامات. تمام. زي ما انتوا شايفين انا معايا كيلو دقيق، حطيت عليهم ربع معلقة صغيرة جدا ملح، حطيت عليهم محلب، معلقة محلب كده كبيرة حلوة مليانة. انا هنا ما استخدمتش ريحة كحك. زي ما انتوا حابين، عايزين تحطوا ريحة الكحك براحتكم، اختيارية. بس انا هنا استخدمت المحلب، بحب طعمه اكتر. كل المكونات الجافة الاول حطيتها. معايا هنا ربع معلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر هنا بس ما هو الا بيخلي الكحكاية من جوه كده، آه يعني هايشة كده وطعمها حلو، يعني بيديها سمك حلو كده، بيديها ملمس حلو. طبعا لا غنى عن الخميرة. آه انا هنا معايا زي ما قلت لكم كيلو دقيق، وحطيت كل الحاجات الجافة فيه. هنا معايا 100 جرام سمسم، بقلبهم مع الدقيق كويس. كل الحاجات الجافة بقلبها مع بعض زي ما انتوا شايفين. وكل المكونات برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف. امشوا معايا خطوة بخطوة، صدقوني هيطلع معاكم كحك روعة زي المحلات وأحلى بكتير، وجربوا طريقتي. هنا كل المكونات الجافة اتحطت. هنا بقى التكة بتاعتي، أنا بحط 600 جرام سمنة على كيلو دقيق، 600 جرام. واعملوا بالظبط زي ما بقول لكم، مش هتندموا، هتطلع معاكم كحكة دايبة وجميلة وتحفة. زي ما انتوا شايفين بقسم السمنة جزئين، جزء بحطه على النار بقدحه. زي ما انتوا شايفين هبتدي اعمل حفرة اهو في الدقيق. السمنة اللي انا قدحتها هبتدي ان انا احطها على الدقيق بتاعي. السمنة بقى اللي انا بقدحها دي ليه بقى؟ نصها بقدحها اولا بتطلع رطوبة الدقيق. ثانيا بتدي تحميصة للدقيق كده، بتديله بحيث لو انتي هتقعدي الكحك عندك شوية يقوم يعيش معاكي، يطول معاكي عادي، الكحكة ما تبص معاكي ولا يحصل اي حاجة. فعشان كده انا بعمل نص السمنة بقدحها، والنص التاني بحطه على البارد. ليه على البارد؟ الكحك السمنة سخنة مع البارد بتدي الكحكة ملمس تحفة، وبتديله نعومة وطعم روعة روعة روعة. جربوا طريقتي مش هتندموا ابدا. هنا انا ببتدي ان انا ادخل السمنة ببعض، وبخلطها بدقيق كويس قوي قوي. ولسه بقى هي في مرحلة البس لسه ما جاتش. انا هنا بدخل السمنة اللي انا قدحتها في الدقيق كويس، بحيث ان انا بطلع رطوبة الدقيق كلها. هنا بقى هاجي بالنص التاني السمنة بتاعتي، الزبدة هي دي زبدة انا مسيحاها وعاملاها سمنة. هبتدي بقى بالنص التاني، هبتدي بقى ان انا اخلط كله مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين. هقلب بالمعلقة، هقلب كويس كويس كويس، وادخل السمنة جامد في الدقيق. وابتدي هنا بقى مرحلة البس. ليه بقى؟ هنا الكحك عشان يطلع معاكي تحفة وناعم وجميل، اديله بسيه على قد ما تقدري. انتي اقعدي بقى انتي بسي فيه كده ودعكيه بايديكي، مش تعجنيه، لانك لو عجنتيه كل اللي هيعمل ان انتي هتعملي للعجينة عرق. انما الكحك انتي تقطعيه زي ما انا بعمل بالظبط، وتقعدي بقى تبسي فيه على قد ما تقدري. تمام.
على قد بقى ما تقدري مرحلة البث دي أهم مرحلة اللي انتوا شايفينها دي لحد ما توصلوا إن العجينة توصل معاكوا إنها كأنها سايحة. أول ما تحسوا إن العجينة ساحت معاكوا كده والسمنة دخلت في الدقيق ودخلت في المكونات الجافة كلها، تعرفوا إن هنا ده نجاح الكحك بتاعك. اهو انا ببتدي هنا ابس الكحك اهو زي ما انتوا شايفين. انا بطول عليكم عشان خاطر تعملوا النتيجة تطلع معاكم روعة، وتتابعوني وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وكومنت حلو منكم كده ان شاء الله يطلع معاكم. كل سنة وانتوا طيبين. انا هنا ببس بقى الكحك على قد ما اقدر بقى، على قد ما تقدري. دي المرحلة شايفين الكحك. طبعا انا كنت بسيت شوية وفصلت الفيديو ورجعت تاني. هنا شايفين بقى العجينة، بصوا العجينة ساحت خالص في ايديا ازاي. هبتدي بقى ان انا كان عندي معلقتين سكر وبفتح معاهم نص كيس خميرة فورية. نص كيس على الكيلو هنحط نص كيس خميرة فورية، مش هنحط كيس كامل. تمام زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا هنا اول بقى ما احط الخميرة الفورية اهو، هبتدي هنا محتاجة مية معايا. في حاجة بقى هنا اهو، الاول انا بدخل المية وانا بقطع العجينة مش بعجنها. اهو شايفين التقطيعة تبقى كده، تلفوا بايديكوا كده. دي التقطيعة بتاعت الكحك عشان يطلع معاكوا الوصفة سهلة ووصفة مظبوطة جدا وكحكة ناعمة زي المحلات بالظبط. هنا العجينة محتاجة عندي مية، هبتدي احط لها كوباية تاني اهي. حطيت نص بس هرجع استخدم النص تاني، وهبتدي ان انا اقطع. برضو هقطع في الكحكاية زي ما انتوا شايفين زي اهو. انا عايزاكم بس تتابعوا اهم خطوة في الكحك كله، خطوة البس اللي انا عملتها دي. انا بعملها لكم اهو بالظبط، ماشية معاكم خطوة بخطوة. صدقوني هتاكلوا كحكاية زي المحلات الكبيرة واحلى، واحلى بكتير جدا. اهو زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا هنا هعمل التست الاول، اشوف العجينة محتاجة مية معايا ولا لا. العجينة اهي، لو العجينة شققت مني اهو هبتدي ان انا اعملها كورة. فهنا شققت، معنى كده ان لما شققت ان هي محتاجة شوية مية كمان، مش محتاجة سمنة. لان هو الكيلو الكحك الناعم بيتحط عليه 600 جرام سمنة. هبتدي استعمل نص الكوباية تاني. يبقى انا هنا لكيلو الكحك استخدمت كوبايتين مية، بس كوبايتين صغيرين مش بتوع الشاي، لا اللي اصغر شوية. يعني لو انا بقى يبقى كيلو الكحك بيحتاج كوباية مية كبيرة، لا اما كوبايتين صغيرين زي ما انا استخدمت. هنا هبتدي ان انا بقى ايه، خلاص العجينة معايا بصوا بقت جميلة وطرية وحلوة ازاي. بصوا ولا فيها عرق ولا فيها اي حاجة، شايفين متقطعة ازاي معايا. هبتدي ان انا اكورها اهو زي ما انتوا شايفين اهو. اول ما كورتها كده وفردتها، هعرف بقى من النقشة بتاعتي لو هي في النقشة شققت شققت معايا وانا بنقشها، تبقى العجينة محتاجة مني شوية مية وشوية سمن. انما لو ما شققتش تبقى عجينتك مظبوطة وجميلة. هنا انا ما بحبش الا الكحك بعجوة، ولا بحب الملبن ولا العجمية. وفي نفس الوقت انا هكتب لكم طريقة العجمية على في صندوق الوصف، اللي حابب ان هو يعملها سهلة جدا وبسيطة. هنا بس العجوة هنا انا حطيت فيها حتة زبدة وعجنتها عشان تبقى طرية معاكم. ما ينفعش تجيبي العجوة على طول وتحشيها، هتنشف معاكي وتبقى اول ما تستوي وتقعد شوية هتلاقيها بقت عاملة زي الحطب معاكي. اهو هنا بعمل فحرة وباخد كورة بقى من اللي انا عملتها اهو، وبقفل عليها كويس جدا جدا اهو. بقفل كويس وهبتدي ان انا اشكلها. بصوا العجينة جميلة ازاي معايا. بصوا بقى هنا وانا بشكل، شوفوا النقشة باينة. شايفين المنقش ده؟ المنقش ده بتاع ماما الله يرحمها، المناقيش القديمة بتاع زمان النحاس
أصل إحنا كنا زمان أمّا نيجي نعمل الكحك ده كنا نعمل بال15 وال20 كيلو. شايفين النقشة هنا واضحة أهي، ولا قطّعت ولا شقّقت، هنا تعرفي إن العجينة بتاعتِك ناجحة وجميلة جدًا. زمان كان الكحك ده له طقوس عندنا، كنا نتلم كلنا في بيت واحد، ولاد خالي على مرات خالي، على دي على دي على دي، ونعمل بال15 وال20 كيلو، وكنا كلنا ندّي لبعض. كان زمان في محبة بين الناس، وكان في انتماء كده زي ما انتم شايفين. أنا أهو وادي أهو الكحك لمّا استوى وده اللون بتاعه. أنا كانت الكاميرا بعيدة شوية، ظلمت اللون تحفة، واللون طبعًا لإن أنا باستخدم زبدة صفرا، فكانت الكحكة كده مصفرة وجميلة أهو زي ما انتم شايفين. وده الشكل النهائي بتاع الكحكة، ناعمة جدًا، حلوة أوي. حتة السخن مع البارد للسمنة بتعمل راحة نفسية للمعدة، تاكلي منه زي ما انتِ عايزة، يعيش معاكِ زي ما انتِ عايزة. ما تنسونيش في تعليق، كومنت منكم. آآ اللي ما اشتركش في قناتي يشترك، وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في الباقي، بقية كل حاجات العيد إن شاء الله هانزل لكم بيها. ولو عجبكم الفيديو تابعوني، وباي باي.